فنحن أمة القراءة، بالرغم من أن نبينا أميا لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن كان ذلك لحكمة يعلمها الله وأرادها الله، حتى لا يقال أن محمدا كتب القرآن بخط يده، لا، هو أميا صلى الله عليه وعلى وسلم. وبالرغم من أنه أمي، والأمي بمعنى لا يجيد القراءة ولا الكتابة، مش زي ما الناس بتقول ده ولا فلان ده جاهل. يعني إيه جاهل؟ ما بيعرفش يقرأ ويكتب. هذا الوصف خاطئ غير صحيح. الجاهل هو من يقع في معصية الله تبارك وتعالى حتى لو معه شهادات عارضة قد كده. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة. هو ده الجهل بقى، انك تبقى عارف ان ده حرام وتعمله، عارف ان الزنا حرام وتقع فيه، عارف ان الربا حرام وتقع فيه، عارف ان هذا لا يرضي الله وتقع. هذا الجهل بعينه، حتى وإن كنت أعلم العلماء في الدين، حتى ولو معاك الشهادات الدنيا كلها، هذا هو الجهل بعينه. والجاهل هو من يقع في معصية الله تبارك وتعالى. لكن نرى كثيرا من آبائنا وإخواننا وأخواتنا أنهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ومع ذلك يحفظون كتاب الله. والله أعلم من هذه الأصناف الكثير ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لكن تمسكه المصحف يقرأ بسرعة طليقة، تجيب له كلمات مشابهة للي في المصحف بس بره المصحف، اقرأ يا فلان، شايف لوغاريتمات ما بيعرفش يقراها. امسك المصحف تاني يقرأ باسترسال وبسرعة وبجودة وبتجويد وقراءة وصوت جميل. وهو الذي لا يجيد القراءة والكتابة لكنه يحفظ كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحافظ على الصلاة، وهو الذي يسارع في الخيرات صباح مساء. هل هذا بجاهل؟ لا، هذا أمي، والأمي لا يجيد القراءة والكتابة. فكانت الأمية في رسول الله شرف ونبراس وحكمة أرادها الله تبارك وتعالى.